السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض طاجن ورق عنب بالكوارع بطريقه جميله جدا سهله جدا، مش هتاخد معانا وقت ولا مجهود. ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يصلحكم كل جديد. تابعوا معايا الفيديو. اول حاجه هنقول بسم الله. انا هنا معايا كيلو من ورق العنب. ابتدي ان انا انضفه بالشكل ده، ابتدي ان انا اعين العنقود العنب بالشكل ده بالسكينه بالشكل ده. نخلص الكميه كلها كده. خلاص خلصنا الكميه كلها. نبتدي ان احنا نغسل الورق العنب. ابتدي ان انا املى الحوض بالشكل ده، وابتدي ان انا انزل عليه الورق العنب بالشكل ده، وابتدي ان انا اغسل ورق عنب ورقه ورقه عشان اضمن ان الورق العنب نضيف جدا، ما يكونش فيه طينه ولا اي حاجه. بغسله كده بالواحده. بعد كده بعد ما غسلنا الورق عنب بالشكل ده، ابتدي ان انا اغلي ميه على البوتاجاز بالشكل ده. واول ما الميه بدات تغلي معايا، ابتدي ان انا انزل فيها مجموعه من ورق العنب، وابتدي ان انا اسلق الورق العنب بالشكل ده. ورق العنب ما بياخدش وقت خالص في السليق بتاعه، هو بمجرد بس بيغير لونه من اللون الاخضر للون البني. نبتدي ان احنا نرفعه على طول عشان خاطر ما يتهريش مننا. اكون مجهزه معايا 3 بصلات كبار. ابتدي ان انا افرمهم كويس بالشكل ده في الكبه، وانزل بمعلقه سمنه ومعلقتين كبار من الزيت، وابتدي ان انا اقلب كويس البصل بالشكل ده لغايه ما البصل تدبل معانا. واول ما البصل بدات تدبل معانا، انزل بمعلقه توم مفروم ناعم بالشكل ده. واول ما التوم بدا ان هو يتحمر مع البصله بالشكل ده، ابتدي ان انا انزل عليهم بعصير الطماطم بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده ابتدي ان انا انزل بالتوابل على صلصه المحشي بالشكل ده. انزل عليها ب2 مكعب مرقه اللحمه، انزل عليها بنص معلقه بهارات لحمه، معلقه فلفل اسود، معلقه كمون، معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه بابريكا، رشه من بلح جوز الطيب. بعد كده نبتدي ننزل عليها برشه الملح. بعد كده نبتدي ان احنا نسلق الكوارع. انا هنا بعمل الكوارع في خطوتين. اول حاجه بجيب ميه نظيفه وابتدي ان انا ادي الكوارع غلوه، وبعد كده بغير ميه الكوارع عشان خاطر تطلع اي ريم او اي حاجه في الكوارع. بعد كده بعمل لها ميه نظيفه جدا، وبعد كده ابتدي ان انا انزل الكوارع بالشكل ده. وبعد كده انزل عليها بنص معلقه فلفل اسود، ننزل عليها بنص معلقه كزبره ناشفه، وننزل عليها ب3 ورقات ورق لوري، وننزل عليها ببصلايه، ونسيب الكوارع تتسلق معانا. بعد كده الصلصه اتسبكت معانا، واكون مجهزه معايا الرز غسلاه كويس ومصفياه كويس من الميه، وابتدي ان انا انزل بالرز على الصلصه بالشكل ده واقلبه كويس. وبعد كده ابتدي انزل عليه بالفلفل اللي احنا فرمناه مع بعض، وابتدي ان انا انزل عليه بالخضره بالشكل ده. وبعد كده نبتدي ان احنا ننزل على خلطه المحشي، ننزل عليه بعودين من النعناع الفريش، ونبتدي ان احنا نقطعه قطع صغيره خالص، بتدي المحشي طعم جميل جدا. بعد كده خلاص الخلطة جهزت معانا، والورق العنب شايفين اتسلق ازاي وجميل ازاي. بعد كده هكون مجهزة معايا الورق العنب. ورق العنب بيكون ليه ناحيتين، ناحية خشنة شوية وناحية ناعمة. احنا بنحشي الورق العنب على الناحية اللي هي فيها العروق البارزة ديت. نبتدي ان احنا ناخد شوية من الرز، ونبتدي ان احنا نلم الورق العنب كويس جدا. ولازم واحنا بنلم في الورق العنب بالشكل ده نبتدي ان احنا ندوس عليه كويس جدا عشان خاطر ورق العنب يطلع ماسك نفسه وما يتفتحش معانا في التسوية. شايفين ما شاء الله جميل ازاي. نبتدي ان احنا ناخد شوية من الرز، ونبتدي ان احنا نحطها في نص ورقة العنب، ونبتدي ان احنا نلفها بالشكل ده من غير اي مكنة لفافة ورق عنب. كده خلاص خلصنا الكمية كلها. شايفين ما شاء الله الورق العنب جميل ازاي. نبتدي ان احنا نجيب الكوارع، والكوارع كمان استرقت معانا. نبتدي ان احنا نخلي الكوارع من العظم بالشكل ده، نقطعها قطع صغيرة بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. ما ننساش نصلي على سيدنا محمد ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. نخلص الكمية الكوارع بالشكل ده زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده نبتدي ان احنا نحطها عندنا في الطاجن بالشكل ده. بعد كده نعمل التشريبه اللي احنا هنشربها للورق العنب. اكون مجهزه معايا معلقه سمنه. ابتدي ان انا انزل بنص معلقه توم مفروم ناعم، وابتدي ان انا احمر التومه مع السمنه بالشكل ده. وبعد كده ابتدي ان انا انزل عليها بعصير الطماطم. ابتدي انزل عليها بالتوابل، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بهارات لحمه، نص معلقه كمون، رشه الملح، واسيب الصلصه معايا تتسبك كويس جدا. واول ما الصلصه اتسبكت معايا نبتدي ان احنا ننزل عليها بشوربه الكوارع بالشكل ده، ونسيب الصلصه تاخد غلوه كويسه مع شوربه الكوارع بالشكل ده. بعد كده اكون مجهزه معايا الطاجن بالشكل ده. اكون انزل عليها بمغرفتين من الصلصه المسبكه من صلصه المحشي.
خدت منها مغرفتين على جنب. بعد كده انزل عليها بالتشريبه اللي احنا عملناها مع بعض واسقي بيها الورق العنب. بعد كده اجيب ورق فويل وابتدي ان انا الف الطاجن كويس جدا من ورق الفويل. بنقفل الورق الفويل كويس جدا على الطاجن بالشكل ده، ونتاكد ان هو مقفول كويس جدا، وندخله الفرن على درجه حراره 180. يطلع معانا احلى طاجن ورق عنب بالكوارع، حاجه في منتهى الجمال. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا. وكمان شوربه الكوارع حاجه جميله جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لايك وشير، واشوفكم في فيديو جديد في حفظ الله.